كان هنالك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانت هنالك قلوب سلكت مسلك الحق تبتغي الشهادة ورضوان الله. الصحابي الجليل الذي وقف في يوم من الأيام وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى ربي، إنه الشجاع المغوار زيد بن الخطاب رضي الله عنه. زيد بن الخطاب هو أخ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من قبيلة بني عدي من قريش. كان شجاعا ومن الأوائل الذين أسلموا سرا. زيد رضي الله عنه حضر كل المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من غزوة بدر إلى أحد إلى الخندق إلى بيعة الرضوان بالحديبية، وكان من الذين بايعوا النبي تحت الشجرة ورضي الله عنهم. زيد وقعت له حادثة في غزوة أحد. جاء عند أخوه عمر بن الخطاب وقال له: يا أخي خذ درعي هذا فاتقي به، معناها قال له: هكذا الدرع تاعي هذا واحمي نفسك به. فقال له زيد بكل ثقة: أنا أريد من الشهادة ما تريد أنت يا عمر. قال له: كما أنت راك باغي تموت شهيد فأنا أيضا أريد أن أموت شهيدا. واحد النهار الرسول صلى الله عليه وسلم كان فايت على جماعة، قال لهم: إن فيكم لرجل ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. فهذوك الجماعة توسوسوا، كل واحد يشك في روحه. فمع مرور الوقت بدأوا يستشهدون الواحد تلو الآخر حتى بقي رجلان: أبو هريرة رضي الله عنه والرجال بن عنفوة. هذا الرجال عندما ارتدت القبائل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبا بكر وقال له: يا خليفة رسول الله، أرسلني إلى هؤلاء القوم علني أهديهم وأرشدهم إلى الطريق الصحيح. قال أبو بكر: اذهب. روح الرجال بن عنفوة إلى مسيلمة. كي وصل صاب جيش كبير، صاب ناس بزاف، دخله الشك. قال: لعل الدائرة ستعود لمسيلمة، معناها أعتقد أن الأيام غادي تدور وتولي لمسيلمة، فيجب أن أحجز لنفسي من الآن في جيش مسيلمة. وارتد الرجال بن عنفوة والتحق بمسيلمة. هنا أبو هريرة تنفس الصعداء. الرجال بن عنفوة شهد زورا لمسيلمة وقال للناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لمسيلمة بالنبوة، فصدقه الناس. لماذا؟ لأن الرجال أولا كان من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش معه فترة زمنية، فبسبب الرجال التف ناس كثر حول مسيلمة الكذاب، والصحابة الكرام رضي الله عنهم يتحرقون شوقا لقتل هذا المرتد الرجال بن عنفوة، ومنهم الأسد زيد بن الخطاب الذي كان يتحرى هذه الفرصة للقضاء على عدو الله. جاء يوم اليمامة أرسل فيه أبا بكر رضي الله عنه جيوش المسلمين إلى مسيلمة الكذاب وبنو حنيفة، وجعل على رأسهم خالد بن الوليد الذي بدوره أسند اللواء إلى زيد بن الخطاب. ولكن عندما التقى الجيشان خذلت بعض الأعراب المسلمين وفروا هاربين مما أثر على المسلمين، فبقيت سلة من المهاجرين والأنصار يقاتلون جنبا إلى جنب يحفزون أنفسهم. وهنا قاتل زيد بن الخطاب الرجال بن عنفوة، وبدأ المسلمون يتواصون بعضهم البعض: يا أصحاب سورة البقرة قد بطل السحر اليوم. ثم قام زيد بن الخطاب وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى ربي فأكلمه بحجتي. عندما قتل الرجال بن عنفوة
ارتبك مسيلمة الكذاب واختلطت كل حساباته، وأدرك الناس ممن آمنوا به أن مسيلمة زعمه باطل وخداع وكذب، وانهال المسلمون على المرتدين حتى قتل مسيلمة الكذاب وقتل بنو حنيفة وعادوا خائبين. وهنا قام زيد قائلا: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة. وأخذ سيفه وبدأ يقاتل بكل شجاعة حتى سقط شهيدا. هنا عاد المسلمون إلى المدينة فاستقبلهم عمر رضي الله عنه، فلم يجد بينهم أخاه زيد، فتقدم إليه أحدهم لكي يعزيه ويبشره بأن أخاه قد بلغ الشهادة. هنا قال عمر رضي الله عنه: رحم الله زيدا سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. زيد بن الخطاب كان رجلا آمن فاطمأن قلبه، كيف لا، وكان يطلب الشهادة في كل موضع. رضي الله عن زيد بن الخطاب.